بسرعه كده هقول لك ازاي تقدر تربط المحفظه بتاعتك بحسابك في هامستر علشان تقدر تسحب فلوسك اول ما الادراج يتم. الادراج هيتم امتى؟ يوم 26، اتكلم في حوالي 13 يوم. هكتب لك طبعا الوقت بالظبط. بسرعه كده يا صاحبي زي ما انت شايف، لو جيت تنزل تحت هتلاقي بيقول لك اهو ويزدرو، وجايب لك في منصات كده ضافها، في طبعا باي بيت، وفي طبعا كذا منصه ثانيه زي بينانس، وفي اوكس، وفي كذا حاجه زي ما انت شايف. طيب انا بفضل لك ايه؟ الصراحه انا شغال على باي بيت. حاجه جديد قدامك لسه 13 يوم، ممكن تعمل اي حاجه تجمع لك كوينات، تقدر تحاول تجمع حاجات كتيره وتحاول ان انت تخلص البوينتس اللي هو بيديها لك دي. هنا بيقول لك طبعا تخلص للتاسكات، تدعي لي اشخاص، الاتشيفمنت بتاعك تحققه، طبعا تعمل سبسكرايب لكل القنوات بتاعتهم، المفاتيح اللي بتجمعها من الالعاب. طبعا لو انت جديد فشوف كذا فيديو للحاجات دي علشان تفهم، لان الموضوع مش سهل كده هتدخل تعرف تجمع كل حاجه بسهوله، لان لازم تتابع ناس علشان تعرف كود الشفره اللي انا كنت بنزله يوميا. بس للاسف ما لقيتش تفاعل، وقلت كده في الفيديوهات لو ما لقيتش تفاعل مش هنزل حاجه، لان للاسف تعبي بيروح على الفاضي. تمام. وكنت بنزل كمان الكروت، فقلت خلاص مش لازم هنزل حاجه تاني لهامستر، لان اليوتيوب فيه ناس كتيره بتتكلم عن الحوار ده. فبسرعه كده تعالى اقول لك ازاي تربط بقى حسابك على اي محفظه. النهارده هنتكلم عن باي بيت. تمام. هندخل هنا على ويزدرو، وانا طبعا هنا هدخل على باي بيت. لو انت معاك اي محفظه ثانيه مفيش مشكله. هبدا اضغط هنا يس اي هاف ات، انا عندي حساب على باي بيت. طيب هنا بيقول لك لو انت ما عندكش حساب على باي بيت هتعمل ايه؟ هتبدا تضغط هنا كده على نودي كود دعوه. يعني هامستر بتشغل دماغك شويه، بتبدا انت تاخد الكود ده علشان وانت بتسجل في باي بيت تكتب الكود بتاعهم، لان هو طبعا بيستفيد من ده. فانا طبعا عندي حساب مش هضغط على ريجستر. تمام. لو انت جديد ما عندكش حساب على باي بيت ابدا ادخل على ريجستر واعمل تسجيل عادي في باي بيت واكتب الكود بتاعهم، مش هتخسر حاجه. تمام. هنبدا نرجع كده. انا طبعا معايا حساب، هبدا اعمل ايه؟ هبدا ادخل البيانات دي وبعد كده هبدا اعمل سيف زي ما عملت في بوت دوجز اللي انا ما اتكلمش عليه وندمت الصراحه. هبدا ارجع كده اروح على الباي بيت. زي ما انت شايف كده ده حسابي على باي بيت، طبعا زيرو لان انا بسحب الصراحه على طول، يعني ما بخليش حاجه. هبدا اروح هنا كده على علامه البروفايل دي، واول حاجه عندي طالبها الرقم بتاعي اللي هو الرقم ده يو اي دي، اليو اي دي بتاعك. تمام. هبدا ارجع وابدا اكتب الرقم بتاعي هنا في اول حاجه. طيب هنا عاوز ايه؟ عاوز الهامستر ديبوزيت ادرس اللي هو ايه بقى؟ انا دلوقتي عاوز اسحب من عمله هامستر. هبدا اعمل ايه؟ ادخل هنا على ديبوزيت ناو دي، او لو مش ظاهره لك هتبدا ترجع وتروح على ديبوزيت اهي قدامك، وهتبدا تضغط على اخر حاجه دي، وهتبدا تكتب هنا كلمه هامستر، بس هتكتبها زي ما هو كاتبها لك بالظبط علشان يظهر معاك. وحتى لو خدت بالك هنا هو اول ما كتبت اتش ام ظهر لي كده على طول هامستر اهو. وهبدا اضغط على عمله تون، وهنا طبعا بيقول لك اوكي، وهتبدا تعمل سيف بيكتشر، او مش لازم اللي يعجبك يعني. اول حاجه هعملها هبدا اخد طبعا الوالت ادرس اللي هو ده كده، هاخده كوبي وابدا ارجع ادخل هنا، وهبدا ادخل اخر حاجه زي ما انت شايف برضو هنا في نفس المكان اهو الرقم ده، وهبدا ارجع ادخل اخر حاجه زي ما انت شايف. ايه اللي انت هتعمله هنا؟ تبدا تعمل سيف بس. مجرد ما عملت سيف خلاص كده انت ظبطت دنيتك، وده هو بيقول لك سانكس وبتاع ومش عارف ايه. فهتبدا تستنى بقى ليوم 26 علشان ان شاء الله زي ما حصل في دوجز هيبدا يحصل معاك هنا في بوت هامستر. حبيت بس اوريك طريقه الربط بالمحفظه علشان تقدر تسحب فلوسك بكل سهوله. تمام. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبك. يا ريت لو عجبك ما تنساش تعمل اشتراك بالقناه، تفعل زر الاشعارات علشان يوصلك كل جديد. انا للاسف ما بنزلش فيديوهات لان ما مش بلاقي تفاعل. تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.